السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. غبت عليكم شوية بس معلش والله بعتذر لكم يعني. برضو ظروف صحية هي اللي منعتني، يعني أنا كنت تعبانة الفترة اللي فاتت دي وما زلت يعني برضو. اللي هو ايه، عمالة أقوم من فحر أقع في ضحضير دي زي ما بيقولوا. فمعلش يعني. وحشتوني والله كتير. بصوا بقى، يعني لو اقول لكم الفيديو ده متصور بقاله اكتر من اسبوع ومش قادرة فعلا انزله يعني. فمعلش. بصوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، وصينية رز مدسوس او رز معمر، زي ما كل مكان يعني بيقول. في ناس بتقول عليه رز مدسوس، في ناس بتقول عليه رز معمر. الفلاح الاصلي بقى يعني بكل حركاته وتكات، احنا عملناه مع بعض مرة قبل كده، برضو هنعمله تاني. بصوا بقى، جبت كده كمية من البطاطس حوالي كيلو او اكتر. هقشرها. القشرات دي حلوة قوي، بس هي مش عارفة هتبان معايا في الفيديو ولا لأ، هي الكاميرا كانت متقربة بس انا ما كنتش واخدة بالي يعني. هقشرها بقى كده. صلوا على الرسول بقى واستغفروا واذكروا الله. دي احسن حاجة طبعا، ان احنا على طول يبقى لساننا رطب بذكر الله. يعني بيهون علينا كتير، بيعدي بينا الصعاب، يعني اللي هو ايه، اما يبقى في حياتي مشكلة او كده ما بلجأش لحاجة غير ان انا اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو في مشكلة ببيتي ما بين اهل بيتي يعني، اللي هو بقعد اقول اللهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. الدعاء ده جميل جدا جدا جدا، بيحل اي خلاف في اي بيت. آه، يعني والله العظيم يعني بصوا جربوه كده. جميل والله، يعني مش قادرة اقول لكم الدعاء ده عظيم قد ايه. اللهم اصلح الذات بيننا واهدنا سبل السلام وقلب بين قلوبنا. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعل يا رب بيوتكم كلها خالية من المشاكل، مليانة بالحب والسعادة وراحة البال. بصوا بقى، انا كده قشرت البطاطس اهي. قشرت البطاطس دي يعني انا كنت جايبه ب5 جنيه مثلا، يبقى لها فتره طويله. بس والله رهيبه رهيبه في كل حاجه، في تقطيع المخلل لو انتي هتعملي جزر هتعملي لفت. جميله قوي، وبتقشر بطاطس حلو، بتبشر الثوم جميل. ليها استخدامات كتير قوي حلوه، ومش غاليه يعني، من الحاجات الرخيصه اللي انا استعملتها يعني ولقيتها حلوه، يعني جودتها جميله. انا حتى كل ما بتتكسر عندي او بيحصل لها اي حاجه بجيب غيرها على طول، يعني ما بقدرش استغنى عنها. في شقتي برضو جايبه منها. قطعت بقى كده البطاطس دواير متوسطه في الحجم يعني. الفراخ اللي كانت عندي كانت في الفريزر، يعني انا كنت جايباها وحطاها في الفريزر من قبلها، فاللي هو ايه، مش هتاخد سوا قوي زي ما اكون جايبينها لسه صبحه يعني طازه. جبت بقى بصلايه، عفوا، جبت بصلايه بقى متوسطه او كبيره على حسب ما انتي بتحبي طعم البصل في صينيه البطاطس بتاعتك. هنقطعها بقى كده آه، مكعبات صغيره. تقدري طبعا تفرميها في الكبه لو عندك كبه. بس انا بستسهل كده التقطيع على ايديا، يعني تقدري برضو تقطعيها على القطاعه، لو عندك قطاعه عايزه تقطعيها على القطاعه تقدري برضو تعملي كده، كل واحد يعني زي ما بيحب او بيتعود. هنقطعها بقى كده مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين. هجيب بقى، عفوا بقى على الاصوات اللي في الشارع دي، لان احنا بيتنا هنا عند امي زي ما انا قلت لكم على الشارع، يعني ايه الاصوات ما شاء الله. انا كنت متعوده على طول ان انا يعني بسجل لكم الفيديوهات بدري بعد ما بودي ولادي الحضانه. بركبهم الباص. بس انا والله كنت تعبانه فعلا ويعني انا اوقات والله بخلي امي او جوزي هم اللي يقوموا يركبوهم، لان انا ببقى مش قادره. فمعلش يعني، عفوا، احنا دلوقتي بقى العصر او بعد العصر، فالاصوات يعني في الشارع فظيعه. جبت بقى قرن فلفل اخضر. قطعته برضو حتت صغيره كده، لان انا عندي هنا ما بيحبوش طعم الفلفل قوي في الاكل. لو عندك فلفل الوان تقدري تحط لها، تعلي طبعا القيمه الغذائيه بتاعتها. تقدري برضو تحط لها دوائر من الجزر لو انت عايزه. زي ما تحبي يعني، بس انا هنا مش بيحبوها كده، فانا بعتمد الطريقه دي يعني. هنا بقى نحط التوابل: ملح وفلفل، كمون وكزبرة، بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر وبصل باودر لتعزيز الطعم. اللي تقدري تستغني عنهم لو ما عندكيش عادي يعني، انا بحطهم بس بيعززوا طعم البصل والثوم اللي انا بحطه في الاكل معايا. بس يعني اللي هو ايه، بس حاجه كده ايه بتنكه يعني معايا وخلاص، مش مكون اساسي يعني، تقدري تستغني عنه لو ما عندكيش.
هجيبه بقى كده، هفركه بقى ببعضه كده بايدي، بايدي عادي يعني. لو حابه طبعا تبقي لابسه جلافز، تبقي لابسه جلافز، او تبقي بالمعلقه او بالماسك، او زي ما تحبي يعني بس احنا كستات بيوت مصريين يعني، اللي هو ايه، احنا بنحب نعمل كل حاجه بايدينا يعني. احنا الحمد لله بتبقى ايدينا نظيفه وغسلنا بدل مره الف مره. فاللي هو يعني عادي. انا بقى جبت الفراخ كده كنت مقطعاها، حطيتها بقى على البطاطس. تقدري تحطيها في حاجة لوحدها وتتبليها نفس التوابل، بس انا حبيت احطها على البطاطس نية كده، ولا بحمرها ولا بديها صدمة ولا اي حاجة. وهتشوفوها هتطلع عاملة ازاي في الاخر. يعني والله العظيم احسن من احسن فراخ مشوية على الفحم بقى، مشوية في الفرن. يعني بتبقى والله العظيم حاجة عظمة، والبطاطس بتبقى شاربة من طعم الفراخ وحاجة كده جميلة. انا بقى بصوا اهو، هفضل بقى اعمل كده لحد ما اتوهها كلها ببعضها، يعني اخلي كله يبقى واخد من الطعم، من طعم بعضه يعني. هشيلها بقى دلوقتي. آه عفوا. هشيلها دلوقتي بقى واسيبها شويه. لو انت قدامك مثلا، لو انت عارفه مثلا قمتي من النوم وعارفه انت هتطبخي ايه وعندك المكونات دي، تقدري تحطيها وتحطيها في التلاجة، او تسيبيها على الرخامه لحد ما تيجي ايه تحطيها في الفرن. جبت بقى صينيه رز. حطيت بقى الرز بتاعي. الرز بيبقى نص الصينيه، نص جدار الصينيه بالظبط رز، والنص التاني بيبقى فاضي. غسلته، حطيت له الملح بتاعه، يعني انا ببقى عارفه مقدار الملح بتاعي قد ايه. معلقه سكر. لو عندك زبادي تقدري تحطي له معلقتين زبادي، بيودوه في حته تانية خالص برضو. انا ما كانش عندي زبادي فما حطيتلوش. نزلت بقى هنا كده بمعلقتين زيت، حوالي معلقتين زيت يعني، اللي هو ايه، بس بيبقوا ملمعين الرز ومفرفرينه يعني. بس انا مش عندي الزيت هو الماده الدهنيه الاساسيه معايا، لا. القشطه بقى، دي قشطه فلاحي. لو عندك قشطه معلبه تقدري تحطي، لو عندك لبن وعامل وش في التلاجة برضو تقدري تشيلي الوش وتحطيه. اي حاجه يعني، زي ما تحبي. هنقلبه بقى، هندعكه بقى ببعض ان هو القشطه توصل لكل حته في الرز، لكل رزايه تبقى شاربه من القشطه كده، مش اللي هو القشطه تبقى في مكان وفي مكان لا. لا، انا بحب اعمله كده. انا بدعكه ببعضه كده زي ما يكون يعني ايه، زي ما يكون بغسله تحت الحنفيه او بنعجن عجين يعني. بس اهو بصوا بقى كده يعني تمام. بس بقى جبت بقى اللبن. اللبن يستحسن يعني، او الافضل انه يكون دافي، او بدرجة حرارة الغرفة. لكن انا كان معايا في التلاجة فبس عادي برضه يعني، بستعمله عادي. لكن لو انتي مثلا عايزة تنجزي، هتخليه اللي هو ايه، يبقى دافي شوية، تدفيه على البوتاجاز يعني. بس كده. وبعدين بقى هنخلي اللبن يغطي وش الرز يعني، بس ما يبقاش الرز باين. بس ما نكملش عن كده يعني، ما ينفعش نزوده كله لبن، لا لازم ميه، لازم نحط له ميه حتى لو انت عندك لبن. لا لازم نحط له ميه برضو. هحط بقى كده قشطه على الوش. على بعد ما زودت اللبن هحط بقى كده معلقتين قشطه على الوش يعني، اوزعها برضو. دخلته بقى الفرن اهوت. هحطه بقى، هزوده ميه. ولعتله بقى اللي هو ولعتله بس من فوق. لو انت هتدخليه فرن البوتاجاز برضو هتولعيه من فوق بس مش هتولعي من تحت. آه، معلش يا جماعة والله انا مش مركزة يعني، معلش هو اكيد باين على صوتي برضو. اللي هو انا ولعتله بس الشعلة من الجنب. بس ما ومن تحت وطيت له يعني ايه، ممكن ما ولعش خالص من تحت غير لما ياخد وش من فوق. هنا بقى جينا لصينيه البطاطس. هو الكاميرا كانت متقربه برضو بس انا مش عارفه، ما كنتش واخده بالي معلش. اهو بصوا بقى، نزلت بيها كده في الصينيه بتاعتها. تبقى الصينيه واسعه يعني، واخده الفراخ كده. هحاول بقى ان انا اطلع كده كده قطع الفراخ على الوش، وانزل بالبطاطس تحت. لو انتي حاطه ده في حاجه وده في حاجه، هتنزلي بالبطاطس الاول، وبعدين ايه تحطي الفراخ على الوش. اهو بصوا بقى زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا حاطه الرقبه والجناحين وكله يعني، مش سايبه حاجه. كلها والله بتبقى يعني طعمها حلو جدا. جربوها بس بالطريقه دي، وحطوا لها مكعب مرق لو بتحبوا. ما فيش ما عندكوش او ما بتحبوش تستعملوها عادي يعني، تقدروا تستغنوا عنها. هجيب بقى هنا كده 4 5 فصوص توم. واقطعهم عليها، على على الفراخ والبطاطس، قبل ما اسقيها بعصير الطماطم. اهو بصوا.
بس هو التوم ده بقى بيديها ريحة رهيبة. يعني انا لو عملت صينية بطاطس وما حطيتلهاش توم بحس انها مش زي ما انا متعودة عليها، او الطعم مش زي ما انا بحبه. لازم تحط لها فصين توم، والله العظيم بيودوا الطعم في حتة تانية. توم مهروس بقى، توم عندكم في الفريزر، تفرموه في الكبة زي ما تحبوا يعني. لو ما بتحبوش يبان. انا برضو انا كنت بحاول اقطعه صغير خالص، لان انا برضو عندي هنا في البيت ما يعني جوزي ما بيحبش الطعم التوم قوي في الاكل. يعني جوزي انا ما باكلش الملوخيه مخصوص عشان هي بيتحط عليها توم. متخيلين يعني معاناه والله. بس الحمد لله يعني. هنا بقى جبت مكعب مرق، حطيته على الوش. انا كنت نسيت احطه وانا بحط التوابل. هسقيها بقى بطماطم، يعني كان حوالي كيلو طماطم او كيلو الا ربع، او نص كيلو على حسب ما انتي بتحبي تقلها يعني عامل ازاي. هنزل بقى بعصير الطماطم كده على الفراخ. بس انا كده بقى مصمصت الشفشق برضو حطيته يعني، خسارة طبعا. كل حاجة غالية يعني، وربنا يعافينا يا رب ويرخيها على الناس كلها. اهو بقى بصوا اهو. هحاول بقى كده ان انا انزل الطماطم تحت، يعني اوسع لها كده بقى تنزل. ممكن تقدري برضو تسيبي كده صينية البطاطس شوية تشرب من بعضها كده وهي نية. لو عندك وقت تقدري تطلعي بيها على البوتاجاز على طول، يعني زي ما تحبي. بصوا اهو. يعني الموضوع سهل خالص وبسيط وما فيهوش تعقيد ولا اي حاجه. في ثواني هتعمل لهم احلى صينيه بطاطس. لو عندك ضيوف، لو عندك عزومه ومثلا على فجأة وعايزه تنجزي نفسك، اسهل حاجه اهو. بقى بصوا الرز بقى عامل ازاي. بس هو كده يعني مش قادره اقول لكم جماله عامل ازاي. اهو شايفينه كده بقى خلاص. تقدري تهدي من فوق او تطفي خالص وتولعي من تحت. هنا بقى صينيه البطاطس اهيت على النار، على عين البوتاجاز. لسه ما وديتهاش الفرن، تقدري توديها الفرن على طول، تدخلي بيها في الفرن على طول يعني. لكن انا الفرن بتاعي مش كبير قوي، وصينيه الرز كانت واخده وضعها يعني، فانا فضلت ان هي تاخد غلوتين على البوتاجاز الاول. شايفين بقى اهو غليت كده. وتقدري بقى تزودي الطماطم. قلتلك لو زي ما قلتلكوا لو انتوا حابين انها تبقى الصلصه بتاعتها تقيله. انا ما بحبش الصلصه بتاعتها تقيله قوي، ولا هنا في البيت برضو بيحبوا الصلصة بتاعة البطاطس تقيلة قوي، يعني اللي هو تبقى طماطم بس كده لا. يعني بنحبها اللي هي شوربة شوية. فانا ما بزودش الطماطم قوي يعني، كل واحد طبعا على حسب حبه. بصوا والله العظيم يعني حاجة كانت الريحة كده قلب الدنيا. هنغطيها بقى ونسيبها تعيش حياتها هنا شوية. على ما نشوف بقى صينية الرز. اهو بصوا بقى صينية الرز كده بقى كانت نشفت خلاص. انا كنت مهديه لها الشعلة خالص اهيت، ومعليه لها من تحت. تقدروا بقى لو انتوا عايزين القشطة تبقى باينة قوي، تقدروا تنزلوا معلقتين قشطة دلوقتي على الوش كده. لو انتوا عايزين القشطة تبقى باينة في الوش قوي. انا بصراحة ما بحبهاش كده، يعني احنا فلاحين. والقشطة واللبن والجبنة والحاجات دي عندنا أساسية يعني، ومتوفرة ومتاحة الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. لكن احنا ما بنحبش عفوا بتاع غزل البنات يا جماعة. ما بنحبش قوي الوش يبقى سميك. يعني لو بتحبي الوش يبقى سميك هتزودي القشطة على الوش شوية. ممكن تقدري برضو دلوقتي بقى. انا نزلت بزبدة، دي زبدة صفراء فرن. تقدري تحطي نيوزلاند، تقدري تحطي سمنة من الصفيحة، تقدري تحطي سمنة بلدي زي ما تحبي، متاح معاكي اي حاجة. انا كان عندي فرن وحطيت لها فرن مقطعه مكعبات كده، وحطها في طبق ولفاه بستريتش. وحطاه في التلاجة لما بعوز بطلع كده على وش الرز. بصوا اهو صينيه البطاطس بقى جبتها دلوقتي، كانت طبعا دخلت في السوا خالص. جبتها بقى حطيتها، لان كان دلوقتي انا مولعه من تحت والصاجه سخنه، يعني القعر سخن دلوقتي. فانا حطيتها بقى يعني توفيرا برضه. اهو بصوا بقى كانت طلعت دلوقتي اهو. بصوا اهو. انا بصوا مشويه دي ولا مش مشويه؟ فراخ مشويه دي. استنوا بقى اخر تركه. نسيت اقول لكم بقى ان في صينيه البطاطس دي اخر تركه، يعني اتفرجوا على الفيديو للاخر. انا نسيت اقول لكم من الاول والله. اتفرجوا على الفيديو للاخر. اه لسه في تركه هتحصل دلوقتي هتخلي صينيه البطاطس دي في حته تانية خالص خالص خالص، والفراخ اللي فيها هتحس ان هي يعني بتاكليها مشويه من بره. استنوا بس معايا وهتشوفوا. واعتمدوا الطريقه دي في صينيه البطاطس وجربوها وقولوا لي رايكم. مش بتقولوا لي رايكم في الكومنتات وانا زعلانه. اكتبوا لي كومنت حلو زيكم، صلوا على الرسول في الكومنتات. حطوا لي لايك شير سبسكرايب، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو بتشوفوني من على الفيسبوك اعملوا لي متابعه.
بحبكم والله العظيم جدا جدا جدا، وكل ما الاشتراكات عندي بتزيد واحد انا مش قادره اقول لكم ببقى فرحانه بيكم قد ايه. بصوا بقى السوا، احنا ما بنحبش الفراخ واللحمه مستويين قوي يا جماعه، يعني لو تبقى سايبه من العظم كده لا ممكن ما ناكلهاش خالص. فلو حابين تزودوا السوا دي في ايدك انتي، بس احنا ما بنحبش الفراخ واللحمه مستويين قوي ان هم يبقوا سايبين كده لا. يعني انا عندي هنا في البيت لو الفراخ واللحمه سايبين مش هياكلوها، فانا بحاول ايه ان هو تبقى ماسكه نفسها يعني. اهو شايفين بقى، والله العظيم يعني عظمه. جربوا بقى الطريقه دي كده، دي بقى صينيه البطاطس بتاعت ايه جدتي يعني، بس التركه اللي هتحصل في الاخر دي لا بتاعت انا. يعني عشان هي ابقى صادقه معاكم. اهو بصوا يا جماعه والله العظيم يعني حاجه تحفه. اهو بصوا بقى، ولعت لها حتتين فحم وحطيتهم في طبق صغير او في ورقه فويل، وحطيت عليهم معلقتين زيت. شموا الريحه بقى، شموا الريحه بس، يعني بلاش تاكلوا من البطاطس ولا من الفراخ ولا من اي حاجه. شموا الريحه بس، والله العظيم اقسم بالله كانت فراخ مشويه على الفحم وبطاطس معموله على الفحم، ازاي بقى معرفش. ادي صينيه الرز، مش عارفه الكاميرا كان جرالها حول ولا التليفون جراله ايه. اهو بصوا بقى الرز، انا بحبه مفرفر كده. لو بتحبوه اللي هو معجن شويه، انا مش عارفه ايه اللي حصل في التصوير. لو بتحبوه اللي هو معجن شويه، او اللي هو ايه يعني مستوي شويه عن كده مش مفرفر قوي كده، تقدروا تنقصوا عيار الصينيه شويه في الاول من الرز، تقدروا تنقصوا شويه رز يعني. وتزودوا قشطه زي ما قلت لكم.